السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة بطاطس محشية عصاج وجزر محشي عصاج. احلى طاجن بطاطس وجزر محشي عصاج. شايفين بقى جماله؟ بصوا السهولة. طاجن كده ينفع للفطار والغدا والعشاء وحاجة كده تحفة جدا. يلا بينا نبتدي عشان وقت الفيديو. اول حاجة جبت بطاطس كده، يعني حجمها حلو زي ما انتم شايفين وسط. قورتها بالمقوار اللي هو الواخد كيرف ده بتاع الكوسة. قورتها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. عايزه تقشريها الاول تقوريها الاول مش هتفرق، المهم تقوريها بالمنظر ده وما ترققهاش قوي يعني. بعد كده هنديها تشويحه كده في معلقه زبده ومعلقه زيت. ممكن زيت بس مفيش مشكله، بس احنا بنحب نطعمها يعني. انا بوريكم بقيه الكميه. ده كيلو من البطاطس. بصوا اديتها اللون ده زي ما انتم شايفين. هتاخد بقى البطاطس كلها لون، هنفضل يعني نقلبها بالراحه. طبعا انا بقلبها بالراحه جدا بس انا مسرعه الفيديو. بعد ما خدنا البطاطس كلها لون، نزلنا برضو الجزر قورته بنفس الطريقة، قشرته وبعدين قورته برضو بالمقوار بتاع الكوسة اللي هو واخد كيرف من قدام. بعد ما الجزر خد لون، طبعا احنا بنعمل حركة ان احنا نديله تشويحة كده على النار على في معلقة زبدة عشان البطاطس ما تتهريش مننا والجزر، عشان انتوا عارفين طبعا البطاطس اول ما لو ما كناش اديناها تشويحه كده في الزبده، اول ما تتحط في الطاجن وتخش الفرن هتتهري. التشويحه دي بتخليها ماسكه نفسها لاخر دقيقه. هنا انا كان عندي عصاج جاهز. زودت عليه معلقه زبده. طبعا انا حطيت العصاج يسخن عشان كان في الفريزر في الطاسه مكان قليه البطاطس والجزر. يعني المكان اللي احنا قلينا ادينا فيه لون للبطاطس والجزر حطيت مكانه العصاج. طبعا انت مش محتاجه تعملي كده لان انت اكيد هتعملي العصاج فريش يعني. المهم عصاج. ومعايا هنا بقى ايه البوكيه غرينيه ده. حطيت بشر جزر، فلفل الوان اصفر واخضر واحمر اشاره مرور يعني. اديت بقى العصاج كده تشويحه. بعد ما اللحمه بتاعتي اتعصجت كويس نزلت عليها بالخضار. طبعا واحنا بنقلب كده نضغط جامد عشان الخضار بتاعنا ينزل العصاره بتاعته، تنزل الصوص، تبقى اللحمه جوسي كده اهو. بصوا انا بدوس ازاي عشان الخضار يدبل وفي نفس الوقت ينزل العصاره بتاعه الجزر والفلفل الالوان، تنزل ميتها كده، تبقى اللحمه طريه معايا مش متفله مش مفرفته. تمام كده خلاص الخضار دبل. فضيت بقى اللحمه هنا في طبق كده عشان تبرد، وكان طبعا الجزر والبطاطس كانت بردت. بصوا بقى انا هنا قسمت الكميه بتاعتي، قسمتها عشان حسيت انها كتير، كيلو جزر وكيلو بطاطس فكتير يعني. انتوا بقى اعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. فانا هعمل نص كميه ونص الكميه التانية هحشيها وادخلها الفريزر محشيه وابقى اطلعها برضو على التسويه. جينا في نفس الطاسه عشان برضو تعرفوا ان هي ايه طاسه واحده، ما وسخناش مواعين كتير. نفس الطاسه اللي عملنا فيها العصاج حطيت برضو معلقه زبده على معلقه زيت، ونزلت بفصين توم مفرومين ومعلقتين من الزبده، معلقتين من الصلصه عفوا. بعد ما التوم كده يعني طلع ريحته، انا مش عايزه التوم ياخد لون، التوم طلعت ريحته كده وتشوح كويس في الزبده، رحت نازله بمعلقتين من الصلصه واقلبهم كويس عشان الماده الحافظه. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين من الميه. عندك شوربه مفيش اي مشكله، حطي بدل الميه شوربه و... وحطي توابلك، بس خدي بالك ان العصاج فيه توابل وملح، يعني اظبطي ملحك كويس. هنا انا ما كانش عندي شوربه حطيت ميه، وطبعا انا حطيت هنا مكعب من المرق الدجاج بس يعني ما تصورش، غالبا الكاميرا فصلت في الوقت ده او انا قصيتها من غير ما اخد بالي. المهم ان انا هنا حطيت بقى ايه كوبايتين من الميه ومكعب من المرق وكفايه يعني مش هحط ملح لان المرق كده كده بيبقى فيه ملح، وهعتمد على الملح طبعا اللي في العصاج. هنا بقى الصلصه بتاعتي كانت عصاج اتسبكت، ورصيت البطاطس والجزر في الطاجن. وطبعا انا يعني ما كانش لازم ان انا احشيه قدامكم لاني بصور بايد واحده، فحشيته زي ما انتم شايفين. بس طبعا انا حشيت البطاطس والجزر للاخر عشان ده مش رز مش هيزيد، دي لحمه ومستويه كمان، فحشينا البطاطس والجزر للاخر. نزلت بقى بالصلصه كده على الوش
وبعدين حطيت على الوش بقى جبنة موتزاريلا. ممكن تحطي ميكس موتزاريلا وشيدر، موتزاريلا ورومي، انا حطيت موتزاريلا بس. وطبعا دي خطوة اختيارية. تمام. اكلة بصراحة بجد تحفة جدا وخفيفة جدا في العشاء. ممكن تعمليها كمان في رمضان في الفطار، ممكن تعمليها كمان في السحور، حاجة مغذية وبروتين بقى. هنا كانت دخلت الفرن على درجة حرارة متوسطة، قعدت معايا حوالي ساعة الا ربع، 45 دقيقة. غطيتها في الاول حوالي ربع ساعة وبعدين كشفتها. غطيتها ليه؟ عشان البطاطس والجزر يكملوا سواهم والجبنة تسيح، وبعد كده كشفتها عشان تشرب شوية من الصلصة. وكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، والشكل الخرافي اللي انتوا شايفينه ده. وكل سنة وانتوا طيبين، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.